إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قطوف من حدائق الإيمان. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتصف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. لقد مدح الله عز وجل أناسا قائمين بالليل إذ الناس نائمون، تجدهم يتلون آيات الله آناء الليل متضرعين إليه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، متوجين ذلك بالسجود لله تعالى، منيبين إليه مستغفرين. وبالنهار هم فرسان يعملون، ومن أموالهم ينفقون على السائل والمحروم. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما، فرأى أبا أمامة رضي الله عنه جالسا فيه، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل: إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت فأذهب الله همي وقضى عني ديني. كان الإمام علي رضي الله عنه إذا استعمل أحدا على جمع الصدقات أوصاه بتقوى الله عز وجل، وعدم الإسراف والخيلاء، والتخلي عن الأبهة والزينة والمظاهر الكاذبة، وأمره بالمحافظة على الدماء والحرمات، وقال له: لا تروعن مسلما ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت الحي تنزل من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ثم قل: عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوا إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجع، وإن أنعم لك منعم
فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترهقه، فخذ منه ما أعطاه. أخي المسلم، استمع إلى قول الشاعر وهو يقول: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحاتة العرابي.